في برلين سنة 1996 الوفد المصري اتفاجئ برجل أعمال إسرائيلي عايش في ألمانيا. الراجل حط قدامهم على الترابيزة سلسلة مفاتيح وكارت وخطاب وقال: الحاجات دي معايا من حرب أكتوبر 1973 وهي تخص الجندي المصري سيد زكريا خليل. الراجل ده كان جندي إسرائيلي زمان ودلوقتي بقى رجل أعمال. بدأ يحكي: البطل سيد زكريا دمر 3 دبابات وقتل طاقمهم اللي كان فيه 12 جندي، وبعدها قضى على سرية مظلات كاملة فيها 22 جندي. وكمل: سيد ومعاه واحد من زمايله هاجموا على جنود إسرائيليين بيحموا 3 دبابات، قتلوا الحرس وبعدها ضربوا على طاقم الدبابة وقتلوا ال 12 جندي اللي فيها. اللي حصل خلى الجيش الإسرائيلي يبعت طيارة إنزال، لكن سيد ضربها بقذيفة موجهة. الجنود بدأوا ينطوا واحد ورا التاني وسيد واقف مستنيهم، يصطادهم بالرصاص واحد ورا التاني لحد ما وقعهم كلهم. بعدها الجيش الإسرائيلي بعت كتيبة صاعقة فيها 100 جندي ومعاهم هليكوبتر علشان يحاصروا المجموعة المصرية. بعتوا نداءات للاستسلام، لكن القائد المصري رفض واستشهد هو ورجالته، وما فضلش غير سيد ومجند تاني. الاتنين فضلوا يقاتلوا لحد ما زميل سيد استشهد، وسيد كمل لوحده يقاتل بالليل، لدرجة ان العدو افتكر انهم قدام كتيبة كاملة مش فرد واحد. وفي الاخر جندي اسرائيلي تسلل ورا سيد وضربوا بدفعة رصاص في ظهره ووقعه شهيد. الراجل الاسرائيلي قال انه وقتها ما كانش مصدق انه انتصر على بطل زي ده، وفضل يسأل نفسه هو ازاي كل الشجاعة دي في جندي واحد. علشان كده احتفظ بمتعلقاته ودفنه بإكرام، وضرب 21 طلقة تحية عسكرية زي ما بيعملوا مع كبار المقاتلين. وبعد سنين وهو بقى رجل أعمال ناجح في ألمانيا، حس إنه مقصر في حق البطل سيد زكريا، وإن القصة دي ما ينفعش تفضل مدفونة. فقرر يروح السفير المصري ويسلمه متعلقات البطل ويطلب تكريم ذكراه. وسيبقى دايما الجندي المصري بطل جسور وفريد بيدافع عن أرضه وما يسيبش حقه من عدوه. رحم الله شهداء الوطن.